قلت له شنو؟ الحاجة اللي عملها إنه حضرني وقال لي يا ماما أنا الضرب ده بوقفه بإنه هنضرب على الطعام من يوم الجمعة الجاية. ده الكلام الوحيد اللي قدر يقولوا لي تاج السنة الدولة دي. الزيارة ما استمرت أكثر من 10 دقائق. أنا فتحت ظهره لقيت أثر الجروح حاطين له مرهم ولا حاجة بيضاء أفتكر إنه تتر ساكن، المهم ما عارفة شنو. الجروح غايرة وجواها الحاجة زي 7 8 جروح في الظهر والوش ما بيتقارب. تم تشويه وجه تاج السن. ليه؟ أنا ما أعرف. الحاجة اللي أنا بطلبها من العالم كله إنه يجيب معايا في إنه تاج السن يطلع لنا سليم ويطلع لنا معافى زي ما دخل. تاج السن دخل كان صحته كويسة ما عنده حاجة الحمد لله. كان بيتعالج من حاجات نفسية بس في أثر الاعتقال سنة 2012. حتى الأدوية أبي يدخلوا له الأدوية اللي كان بيستعملها. فتم تشويه. أنا ما أعرف لشنو يعني يشوهوا وش، رغم إنه الأديان السماوية كلها بترفض إنه الضرب في الوجه. ده حاولوا إنه يكسروه لكن تاج السن ما بيتكسر. تاج السن قوي وكان لغاية آخر لحظة بيطمني بيقول لي أنا كويس الحمد لله. إنه هو تعبان ما قدر يتكلم معي كثير يعني بس كلمة إنه هيوقفوا الشغل ده للإضراب عن الطعام. أنا بطلب منكم يا جماعة من العالم إنه يقف معي في إنه يرجعوا لي ولدي سالم، وكذلك كل المعتقلين أولادنا أم صلاح معمر الحمد لله بخير. أنا أتمنى إنهم يرجعوا لنا أولادنا سالمين عشان نحن نطمئن. أو يعني يقدموهم لمحاكمة لو هم عندهم أي جريمة ضدهم، يقدموا أولادنا دول للمحاكمة يا إما يطلبوا سراح. حسن إحنا بنطالب بإنه يعرضوا أولادنا دول على دكاترة عشان يشوفوا الحاصل عليهم شنو، عشان بعدين ما تسبب لهم في حاجة أكعب من كده. أنا بحمل جهاز الأمن مسؤولية الحصل